السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في كورس جديد من قناة محطة تعلم. فلو أنت عايز تمنتج فيديوهاتك لنفسك أو تبدأ قناة على اليوتيوب، أو حتى حابب تنشر محتوى احترافي على السوشيال ميديا، أو حتى حابب تتعلم المونتاج وتحقق منه دخل، فلازم تتعلم برنامج أدوبي بريمير. في الكورس ده بإذن الله هنبدأ البرنامج من البداية خالص خطوة بخطوة، فمش لازم يبقى عندك أي خبرة سابقة عن البرنامج. بس قبل ما نبدأ في البرنامج محتاجين ندردش في كام حاجة بسيطة كده تخص الفيديو. عايزين نعرف في الأول يعني إيه فيديو. الفيديو عبارة عن تتابع الصور في الثانية الواحدة، فبيديني إيحاء الحركة. يعني أنا دلوقتي لو عندي صور بحركها ورا بعض بشكل سريع، أنا هحس إن الصور دي بتتحرك كأنها فيديو. تعالوا نشوفها كده بشكل عملي. وليكن أنا عندي مجموعة من الصور فيها صاروخ، الصاروخ بيتغير مكانه في كل صورة. لو أنا فتحت في كل صورة كده عادية مفيش أي حاجة خالص، مجرد صور. لو أنا جيت فتحت أول صورة وبدأت من السهم في الكيبورد إن أنا أحرك الصور بشكل سريع ورا بعض، أنت دلوقتي حسيت إن الصاروخ بيتحرك معاك، مع إن مفيش أي حاجة بتتحرك، هو مجرد تتابع الصور مع بعض عطاك إيحاء الحركة. ودي هي نفس فكرة الفيديو. الفيديو بيبقى عبارة عن تتابع الصور بشكل سريع في الثانية الواحدة، وده بيديني إيحاء الحركة. ودلوقتي الصور اللي موجودة في كل ثانية بنسميها فريم أو إطار. يعني أنا دلوقتي الثانية فيها 24 فريم، ال 24 فريم دول ب 24 صورة بيتحركوا ورا بعض بشكل سريع، فبيديني إيحاء الفيديو. طب هل هنا لازم الثانية تكون فيها 24 فريم؟ لا، ممكن تبقى الثانية فيها 24 فريم أو 30 فريم أو 60 فريم أو 120 فريم، معاك لحد 20,000 فريم. وكل ما زادت عدد الصور في الثانية كل ما زادت جودة الفيديو، والفيديو بقى حجمه تقيل معاك. وعدد الفريمات الكتيرة في الثانية دي بنستخدمها في فكرة السلو موشن. يعني أنا عندي السلو موشن بالشكل ده. الفيديو ده عندي متصور بعدد فريمات كتيرة قوي عشان أقدر أعمل تبطيء للفيديو وأقدر أشوف التفاصيل الدقيقة اللي موجودة معانا بالشكل ده. ودي أول حاجة تخص الفيديو. تاني حاجة حابب نتكلم فيها وهي مقاس الفيديو. مقاسات الفيديو مختلفة، بتبدأ معاك من 480 ل 720 ل 1080 1440 لحد ما توصل لل 4K وال 8K. أول حاجة قبل ما تبدأ تشتغل في أي فيديو أنت لازم تكون عارف إن أنت هتطلع الفيديو بأنهي جودة. أنا دلوقتي والله عايز أطلع الفيديو اللي موجود معايا 1080، أو لا عايز أطلعه 720. أنت بتشوف الجودة اللي أنت عايزها وتبدأ تطلعها. يبقى إحنا كده اتفقنا على عدد الفريمات اللي موجودة في الثانية ومقاس الفيديو اللي موجود معانا. تالت حاجة عايزين نتكلم فيها حاجة اسمها الاسبكت ريشيو، اللي هي نسبة الطول للعرض. نسبة الطول للعرض دي بتختلف على موقع السوشيال ميديا. يعني أنا دلوقتي في فيديو اللي موجود معايا هنا ال 1080 بيكون نسبة العرض بتاعه 16 ل 9. لو أنا عايز أقلب الفيديو طولي عشان يبقى مناسب مع الشورتس والفيديوهات الطولية الخاصة بالتيك توك، بعمل بورتريه 9 ل 16، بتكون نفس نسبة الفيديو ال 1080 بس أنا بعكس القيم. بدل ما تكون 1920 في 1080 لا بتبقى العكس 1080 في 1920، فبنلاقي الفيديو اللي موجود معانا بقى فيديو طولي بدل ما يكون فيديو عرض. تاني حاجة في مواقع تانية زي الانستجرام بيبقى عايز الفيديوهات بتاعته النسبة بتاعتها 1:1. 1:1 بيبقى نسبة الطول لنسبة العرض تكون متساوية. يعني 1000 طول و1000 عرض، 2000 طول و2000 عرض، النسبة تكون متساوية، وهكذا. يبقى احنا دلوقتي عايزين نفهم ثلاث حاجات قبل ما ندخل اي فيديو، وهي عدد الفريمات اللي موجوده في الثانيه، ومقاس الفيديو، والاسبكت ريشيو. لان انا دلوقتي لو انا عايز اشتغل اي فيديو هشوف دلوقتي الفيديو انا هنشره على، وليكن الفيديو ده لو انا هنشره على الانستجرام بخلي النسبه بتاعته 1:1. لو انا هنشره على التيك توك او الفيسبوك بخليه 9 ل 16 عشان الفيديو يكون طول. لو انا هنشر فيديو وليكن على اليوتيوب بخليه وليكن 1080 او 4K زي ما انا حابب اي حاجه انا عايزها. يلا كده نسمي الله ونبدا نفتح البرنامج اللي موجود معانا. أنا شغال على نسخة قديمة شوية 2023، بس هي الفكرة والتنفيذ واحد والشغل ما هتلاقيش أي فرق خالص. أول ما تفتح البرنامج معاك هتلاقيه فتح بالشكل ده. هتلاقي الجزء اللي في النص هنا بدأ يفتح معاك المشاريع اللي أنت كنت لسه فاتحها من قريب على برنامج البريمير. يعني دي المشاريع اللي أنا كنت لسه شغال عليها من قريب، وهي حلقات الكورس بتاع موهو اللي موجود عندنا في القناة. وهتلاقي هنا موجود على الشمال نيو بروجكت أو أوبن بروجكت. نيو بروجكت لو أنت عايز تبدأ مشروع جديد، اوبن بروجكت لو انت عايز تفتح مشروع موجود معاك على الكمبيوتر. بتبدا تعمل اوبن بروجكت وتدخل تجيب المشروع اللي موجود معاك من جوه وتعمل له اوبن وتبدا تشتغل عليه. احنا طبعا في حالتنا دي ان احنا ما عندناش لسه مشاريع، هنبدا بنيو بروجكت. هضغط عليها هتظهر لي القائمه دي اللي موجوده قدامي. مش عايز الكلام ده يخضك خالص، الامور سهله وبسيطه. من القائمه اللي موجوده قدامنا دي انا عايزك تتعلم حاجتين بس. اول حاجه اسم المشروع، هنسميه مثلا وليكن تيست. تاني حاجة مكان اللي أنت عايز تحفظ فيه المشروع، وليكن هعمل تشوز لوكيشن واختار الديسكتوب
واعمل سيلكت فولدر. يبقى انا كده سميت المشروع اللي موجود معاك تيست وحفظت مكانه على الديسك توب. بمجرد ما انا بضغط كرييت كده هو فتح لي المشروع، والاقي ان المشروع اللي موجود معايا اتحفظ في المكان اللي انا حفظته هو الديسك توب. هلاقي التيست موجود معايا هنا، وهتلاقي البرنامج فتح معاك بالشكل ده. مش عايزك تتخض من واجهة البرنامج خالص، البرنامج سهل وسلس والامور بسيطة لأبعد ما يمكن. اول حاجة عايزك تتعلمها ان واجهة البرنامج اللي موجودة معانا متقسم معانا البانلز، وان البانلز دي اماكنها مش ثابتة. انا اقدر اغير مكان اي بانل بالشكل ده وانقل مكانها لاي حتة تانية. يعني انا التايم لاين هنا اللي انا كنت شغال عليه نقلته بالشكل ده، لو انا عايز ارجعه مكانه بشد وارجع مكانه بالشكل ده. نفس الفكرة ممكن اشد اي بانل واحطها في اي حتة انا عايزها. ولو في بانل انا مش محتاجها وليكن زي البانل الخاصة باللون هنا، بضغط عليها ضغطة واضغط كلوز بانل، فكده بيقفل لي البانل اللي موجودة معايا. لو انا دلوقتي بوظت الدنيا وعايز ارجع للشكل الاساسي من ويندوز ورك سبيس، هعمل ريسيت تو سيف ذا لاي اوت، فهو هيرجعني للبانل الاساسية وهنلاقي كل حاجة رجعت في مكانها عادي جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية مقدمة الكورس اللي موجود معانا، وإن شاء الله في الحلقة الجاية نبدأ نشتغل في البرنامج بشكل فعلي. هنبدأ نستورد مشاريع ونبدأ نشتغل ونشوف البانلز اللي موجودة معانا. ولو في أي أسئلة فأنا معاكم في التعليقات. يا ريت تدعمني بلايك واشتراك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.